اللي في البنطلون دي بقعة شحم، ودي اسهل خلطه سحريه هتقدروا تعملوها بمكونين 2 بس. هتقدروا تنضفوا بيها اي بقعة شحم جت في الملابس عندكم من غير ما تاثروا على الوانها او النسيج بتاعها. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. زي ما انتوا شايفين كده اللي في البنطلون ديت بقعة شحم، وصاحب البنطلون قال ان البنطلون اتوسخ منه وهو عند الميكانيكي. وطبعا لو استخدمنا اي مسحوق لوحده عشان يطلع البقعة ديت استحالة البقعة دي هتطلع من الملابس. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على حل سحري هتقدروا تنضفوا بيه اي بقعة شحم ممكن تيجي في الملابس بتاعتكم بطريقه سهله جدا. هتجيبوا اي حاجه فاضيه وهتحطوا فيها اي سائل غسيل ملابس انتوا بتستخدموه، اي مسحوق بتاع غسيل ملابس، وهتفضوا فيها شويه صغيرين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هتجيبوا اي حاجه من الثلاثه اللي هقول لكم عليهم دول. اول حاجه بنزين او تنر او اسيتون بتاع مزيل طلاق الاظافر، وهتفضوا عليهم تلتين المسحوق اللي انتوا حطيتوه من اي ماده اللي انا قلت لكم عليهم دول. طبعا انا عندي هنا متوفر تنر، هحط عليهم اهو زي ما انتوا شايفين، وما تقلقوش من اي حاجه، مفيش اي تفاعلات كيميائيه او اي روايح او الكلام ده كله. واهم حاجه النسبه عشان تجيب معاكم نتيجه كويسه، تلت مسحوق وتلتين من اي ماده من اللي انا قلت لكم عليهم دول. بعد كده بقى هنجيب اي فرشه عندنا، فرشه تكون ناعمه او اي فرشه اسنان، وهنقلب الخليط ده في بعضه كويس وهنفضيه مباشر على مكان البقع. عاوز اقول لكم ان الطريقه ديت مضمونه وفعاله 100%، ودي من افضل الطرق اللي احنا بنستخدمها عندنا في المغاسل لما بتيجي بقعة شحم وبنحاول ان احنا نخرجها من الملابس من غير ما نأثر على النسيج او الوان الملابس اللي احنا بننضفها. اهم حاجه الفرشه اللي احنا بنستخدمها تكون فرشه ناعمه او فرشه اسنان بالاخص، وده برضو عشان ما يأثرش على الوان او نسيج الملابس، خصوصا لو احنا بننضف البقعه ديت من على بنطلون جينز. برضو وانتوا بتنضفوا قطعه الملابس لو لسه سايبه اثر او لسه فيها اثر، برضو بتفضوا تاني مباشر على مكان البقعه وترجعوا تدعكوا تاني بالفرشه. ممكن نكرر الموضوع مرة واتنين وتلاتة لحد ما نلاقي ان البقعة طلعت خالص، خصوصا لو الفرشة ناعمة فبتاخد وقت لحد البقعة ما بتطلع. وزي ما انتوا شايفين اهوت الحمد لله البقعة ما بقاش ليها اي اثر. تقدروا بعد كده بقى بتاخدوا قطعة الملابس تحطوها على طول في الغسالة، بس طبعا انا بفضل ان انا اي بقعة بحاول اطلعها لازم اشطفها الاول لوحدها، عشان لو لسه سايبة اثر او عاوز ان انا اعيد عليها تاني فما اضطرش ان انا اغسل قطعة الملابس وترجع بعد كده ارجع اعيد نفس القصة تاني. فاحنا لما نيجي ننضف بقعة نحاول نشطفها الاول لوحدها ونتأكد ان البقعة طلعت بالكامل ومش سايبة اي اثر، ساعتها بعد كده نقدر نحطها في الغسالة ونغسلها. ولو هي مش مستاهلة ان هي تتحط في الغسالة ممكن نشطفها بره، ولو البقعة طلعت خالص ممكن نشطف مكان البقعة ديت وننشر قطعة الملابس وتنشف، وبعد كده نقدر نستخدمها تاني. دي اسهل طريقة واسهل خلطة هتقدروا تنضفوا بيها اي بقعة شحم ممكن تيجي في اي ملابس عندكم. اعتمدوها دايما وانتم مطمنين من غير ما هتأثروا على الوان او نسيج الملابس بتاعتكم. وزي ما انتوا شايفين اهوت الحمد لله البقعة طلعت بالكامل وما بقاش ليها اي اثر. ما تنسونيش بدعوة حلوة واعملوا بقى لايك وشير للفيديو ده عشان يقدر يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا. وده شكل البنطلون بعد ما خلص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفاد.